ها العار ما ديو ولدكم وعطوني غير ابتسام وفرقوا مني. خذ ساكو عمرني باقي نشوفو. ما تخرجيش من دارك تما نبقى المهم. اللي كتهضر على الورث شي هذيك لابارتومون راه ماشي ديال الريت. زوجتي ولدك عطيه ابتسام، راه الا سمحوا لكم ولادكم راه ربي والله ما يسمح لكم. شتي انا ماشي مصدومه، انا ما مصدوماش، انا غير ما عرفتش هادشي شنو. كتزوجوهم وتبغيهم تاخذوهم واجدين. واخوتي انا مازال فرحان بشي فلوس لقيتهم في واحد السروال اللي شحال هذا ما لبستو ومحزوزين مساكن. انا مازال كنغوط وفرحان بالفلوس. حتى كنسمع خالي كيدوي مع خويا الصغير. تعرف الكونجيغيز؟ قول لي يا ولدي لو كونجيغيز دو لو فيرب فير او بريزون. جو تبارك الله تبارك الله خالي مازال ما بغيتي تحيد هاد القاعده. لما سولوا على الكونجيغيزون كيسولوا على جدول الضرب. كون هاني راه حتى شي واحد عندنا في التصيله ما مسكر. جي تشوف واحد النوبه على عماتي. سمعوكم شي كلمات انا ما حدي باقا صغيره باقا ندق وندردك عليه. سمعوني خدمت وردمت تكرفصت والله العظيم قبي ورجال الله وسادتي اماليه صرتهم كاملين من ولاد رزق وانا عم راسي من اجل الولد ديالي. سمعوني خدمت تكرفصت يدعيني يا قتلني. دابا بديت نسولكم اخوتي واش كابرين حنا في دار وحده ولا والله ما فهمت. راه بزاف هادشي والله الا بزاف. ايوا اخوتي شت بنادم هاد الايام حيد لينا من ديك الشوافه اللبنانيه ديال الله يحسن العوان وسقوا لينا في هاديك. هي هاد الماتش واش غنغلبوا ولا واخا راه السكر ناقص من السكر. لا السكر زيد شويه راه ناقص في السكر. ليومنا هذا ما كنعرف هاد السيده واش كتهضر ولا كتزغرت. راه السكر ناقص من السكر. وفي الوقيته فاش قاعده صاحبتنا كدير في الشوافيتي ديالها نط لينا واحد القصه من الجن ديال واحد السيده اللي سميتها ايمان. واحد البنت اللي كتطلق لايفات في تيك توك وكتبقى تعطي نصائح للبنات وكذا. عرفتي شنو كتدخلي كتلقايهم كلهم دايرينها. وانتي اش كديري؟ الا كنتي واعره بحالي انا كتنوضي كتبقاي انت هي اللي داخله خارجه ماشي كتدخلي وكتجلسي وكديري هي. طبعا لا خصك تدخلي وتخرجي وتباني ليهم ها انا شفتوني هاي عاودوا شوفوني هاي هكا ديروا ليهم طرقي ليهم المراره. سيري طبقي سيري نوضي لبسي حوايجك ورجلك على رجلي. اجي غدا قولي لي اختي تعرف على وحده ولقيتو كيحصلتو كيهضر معاها في الواتساب. شتي انا واخا واصله فيا العظم غنمشي وغنشطح وغنضحك وما غاديش نخلي راسي مغبنه وغنبكي في اللي غنحدا وساتي ملي غنمشي للبيت غنبكي وغنتصطا ويبقى فيا الحال. ولكن والله ما غتبان فيا وحتى شي واحد ما غادي يعرفها. وهادشي اللي بغيت نقول لك ما عمرك تبيني النقطه كوني واعره كوني قاصحه. وكنت تهضر حتى على المشاكل اللي كيكونوا ما بين العريسات والعكوزات. ما غنقولش راجلي ما تبقاش تمشي مع امك مو مشي عندها وقت ما بغى شغل هذاك ما نمرضوش بغى يمشي عندهم يمشي. لحظه ادراك كانت كتنصحنا بداك الشيء اللي كتعيشوا. نتوما بقاو متبعين معايا الفيلم غادي نعاود لكم كل شيء. ولدي كيكونوا جايين هكا لا علاش بغيتي يخرجك؟ كتبغيو تزوجوهم وتبغيو تديوهم كتزوجوهم وتبغيهم تاخذوهم واجدين. والله هذيك اللي كتحرش لولد على مراته. كتكون عندها هذا كيسميوه هما النينجا ما نساليش خرج مع مرتو ولد الحرام ما عرفتلوش. هذا صالح في كل زمان ما عندهاش الوقت هي تقلب على الفواري البيض شنو هذا ماشي معاكم. سمعت الخروج خرجني خرجك غادي للسوق مرجان بيم كتصلي في الطوموبيل ما تصليش هي في دارها تصلي مع ولدها. امي صلي عاد نخرجوا لا ماشي مشكل ماشي مشكل وتجلس. ايوا ما جات العكوزه فين تكمل صلاتها حتى خرج لينا هذا الفيديو. الناس اللي بغا يفرح الناس اللي غيفرحوا يفرحوا حتى غادي نطلق وغادي نمشي بوحدي. قولي علاش ما غاديش ولادك؟ لا ما نديش ولادي حيت ولادي عايشين واحد النيفو دي انا ما نقدرش نعيشوا ليهم. ماشي انا اللي غتهز ولادها وتكرفس وتبدا تدور بهم
نطلب اللي وكلني واللي شربني. المهم السيده كتقول لك شي 10 سنين وهي صابره على الحقره والتكرفيس اللي كانوا دايرين ليها العائله ديال راجلها. ابدي الزوج ديالي توفى، الام ديالو ما قدرش تجلس بوحدها حيت امه ما بغاتش تجي عندي وانا كاينه، فهو اختار ان ماما تجي عندي وانا ما كايناش. المهم ولادي ما يتكرفسوش، انا صبرت بزاف. انا من يلاه تزوجت خالته ضرباتني هي وراجل خالته رجعوني من داري وانا في عمري 24 عام وما كانش حتى هو عائلته عنده شي حاجه مهمه. كتقول في ظل هاد الحقره كامله اللي كانت تتعرض ليها راجلها ما مسوق ليهاش ما تيساندها ما حتى شي حاجه. سمح فيا المره الاولى من بعد باه جرى عليا وانا حامله وعندي جوج وليدات وخرجت مع المغرب. هادشي كله ما نسيتوش، هادشي كله ما بغاش يتنسى، هادشي كله حاولت ننسى، بغاوش يعطوني ابتسام، عطيتهم ابتسام ولكن هما منكدين عليا حياتي. ها هو ولدكم ديوه، ها العار ما ديوه ولدكم وعطوني غير ابتسام وفرقوا مني وعطوني ابتسام. ها احنا جينا، حنا يسرق الماشينه شر مولا شحال كلينا. باش تلقى ام كتجيها الفكره ديال الفرق على ولادها، عرف فعلا راه وصلت لواحد المرحله اللي صافي ما قدراتش مازال تستحمل داكشي. ما عرفاش كي غنعيش بلا ولادي، ما نقدرش نعيش بلا ولادي ولكن ما نقدرش نكرفصهم معايا. يلا نقد على راسي ولادي. غير نقول لكم انني كبرت وشفتوني عرفوا بانني صبرت بزاف، راه 10 سنين الزواج صبرت بزاف. صافي صدشي بزاف عليا، انا بغيت غير نرتاح. المهم داكشي اللي كتعاود على عائله راجلها كثير، والصراحه بنادم يقدر يصبر لاي حاجه الا الدل والكرامه ديالك تاعك، ومن فوق هادشي راجلك ما مساندكش. الكنازه ضربوني، الكنازه خو ضربني، الكنازه خو جا دفن عليا في وسط الكنازه باه ميت وراجلي ما هضرش ما قال والو. الفيديو اللي درتو ايمان دار بوم في الانترنت بحكم المشكل ديال العكوزات والعرايسات، واحد المشكل اللي منتشر عندنا بلا قياس. بزاف الناس خرجوا تعاطفوا معاها. القرار اللي خدات فريمون صعيب بزاف، داكشي علاش شطرات فيه. ما يحس بها غير اللي مدوز نفس الشيء. اختي ايمان ما تخرجيش من دارك، ما تخرجيش من دارك، دابا راه طالع عليك الدم وكتبكي وكتحسي براسك ما الارض باغا تحل وتخشي فيها، الاولاد عندك ما عارفه كديري لهم. ما تخرجيش من دارك تما نبقى لهم. نهار كنكون امي ما مفاهماش مع مراتي ما كنجيبش امي تجلس معايا في الدار، سورتو الا كانوا عندي 3 ديال الاولاد ولا كنت راجل وولد اصل ما كنخرجش مراتي. نهار تبقى فيا امي كنهز الساكي ونمشي نجلس معاها، ماشي نخرج المدام ديالي باش امي تجي تجلس ليا في الدار. بقاي جالسه لمهم تما موت نبت، راه ما غاديش نعلمك شنو غديري ليها، غتحري على امها العيشه لا تاجات. حيت ام الولد اللي مأصله ومؤمنه ومسلمه اول حاجه ما كتعاملش خايب مع مرات ولدها، ثاني حاجه ما كتفرضش على ولدها انها تجي تسكن معاهم وهي ما مفاهماش مع البنت، ثالث حاجه الا ولدها قال لها نخرج مراتي وانا نجي كتسخط عليه، حيت ماشي هكا كنربيو الولاد باش انهم يتعاملوا مع العيالات. ماشي العيالات اللي دافعوا عليها، حتى بزاف ديال الرجال خرجوا ودافعوا عليها. وعباد الله، والسيده زوجتي بنت عطيه اتساع، زوجتي ولدك عطيه اتساع. راه الا سمحوا لكم ولادكم راه ربي والله ما يسمح لك. راه هادشي راه غريب جدا وعجيب. راه ولاو المشاكل بزاف دايرينهم الوالدين. راه ماشي الرضا والسخط كيجي بهذه الطريقه. راه عيب. اتقوا الله في ولادكم، اتقوا الله في ولادكم. هادشي راه ولا كيضر في الخاطر ولا تيخلع. اقسم بالله الا شي حاجه تبدلات عيب وعار هادشي كامل اللي ورا. لا حول ولا قوه الا بالله. حق دار ولدي ديك هضره خاويه. الدار اللي كتسكن فيها المراه كتكون ديال المراه سالينه، الفراش على ذوقها، كل شيء اختيارات ديالها هي، كل شيء رسمت وضحات باش يتفرش هي. اختها دعاء حتى هي كدير لايفات في تيك توك، خرجت وتقول لك راه ما كاين والو، هي مشاكل عائليه اللي عند كاع الناس. يا اختي تعصبات وراه راجلها كيحماق عليها وكل شيء، وراه هي تضغطات شويه وصافي. غدت ليه بكثره الضغوطات والستريس، ايمان مسكينه مشات للسبيطار. الحمد لله في لاكلينيك البنات وقفوا معانا وتهلاو فيها وكل شيء كان معاها وكل شيء كيدعي معاها. سيدة راه بينات الصور ديال ايمان كانت ناعسه في السبيطار، ما قدرش نوريهم لكم. والحمد لله من بعد ما خرجت من السبيطار تلقات واحد الصدمه اخرى اللي في شكال ثاني. ثلاثه دوك ستوريات صراحه ما عرفتش نقول لكم واش ندمت واش ما ندمتش. المهم انا بقيتي كنهضر، ما قلتش شي حاجه من داكشي اللي كنعيشو، قلت غير شويه وقلت ماشي مشكله ايمان عادي. وليدي جا مشاو للدار، جلسوا مع وليداتي دخلوا بالصلح، قالوا لي ايمان خصك ترجعي لدارك وهذا الشيء راه كيوقع وفيها كاع العائلات وبصح كاع عندنا مشاكل. انا مزوجه عام، انا مزوجه 10 سنين دابا. كنقول يا ربي نكون نفيق نقول هذا الشيء راه حلم، هادشي ماشي بصح، هادشي ما كتعيشيش ايمان، ولكن الحمد لله انا راضيه حيت اللي دار ربي الا غتكون فائده كتوصلني الورقه ديال الطلاق ماشي ديال المصيبه. المصيبه هي انني انا الورقه مدفوعه هذه الشهر، الوقيته اللي انا مع بات ولاد في تركيا كيجيب لي الورق يقول لي ما عمري نتفرق عليه. فرحانه وكنقول للبنات انا فرحانه. المهم بينات واحد السيده ديال المحكمه على حسب الهضره ديالها والله اعلم الا كانت نيت هاد الهضره بصح، فراه ما كاينه حتى شي معنى. السيد دافع الطلاق على مرته وخرج يدور معاها في تركيا وعايش الحياه. السيده كما تشوفوا التصدمات، يا ربي ما تحماق ولا توقع لها شي حاجه اللي خايبه. شتي انا ماشي مصدومه، انا ما مصدوماش، انا غير ما عرفتش شنو هو، ولكن الحمد لله
الحمد لله. لا ما يمكنش يكون هادشي، وقيلا كاين غلط. لا ايمان وقيلا هادشي ماشي بصح. لا ايمان يا رب قولوا لي ماشي بصح. كما تتشوفها هما قالت لك ستوريات اللي كانت كتلوح ديك الساعات في التصافيره، يعني كما كتشوفوا السيده كانت عايشه الحياه والسعاده وما عرفتها شنو. دابا جا هاد السيده عام المحكمه بحال شي تصرفيقه، يعني سبحان الله حتى ديك الخرجه اللي دارت يعني كانت تابعاها. وما جينا نكملوا بعدا الهضره في هذا الموضوع، هذا المشكل اللي وقع للايمان، حتى طلعت لينا كارثه وحده اخرى عندها علاقه بالمغنيه ريم فكري. صراحه ما كنتش بغيت ندوي عليه، ولكن بزاف منكم بداو كيكتبوها ليا في الكومونتيرات ديال الفيديو الاخر. المهم اخوتي راه الموضوع طويل ومجعب، وعلى راس كل ساعه تتبان معلومه جديده. انا دابا غادي نحاول ما امكن نختصر لكم القصه، نحاول نعطيكم غير المهم. المهم اخوتي المغنيه ريم فكري ذاك العام كانت دارت الخطبه وتزوجات، وما كانتش ورات راجلها، حيتاش قالت لك ما بغاش تبينو في السوشيال ميديا وكتخاف من العين وكذا. واحد الانسان كنامن بالعين، تقولوا لي علاش ديك كايلي جينر كريستيانو رونالدو ما كيوقع لهم والو، حتى واحد ما كان معاهم في حياتهم باش يعرف راه شنو راه تزوجت راسي ما تزوجش للناس، راه ماشي شي حاجه. اخوتي على حسب الهضره اللي تتقول العائله ديال راجلها، في هذه الفتره الاخيره راجلها كان في المغرب، قال لك اسيدي مشاو للريستو، فاش كانوا خارجين كل واحد قال لك ركب في الطوموبيله ديالو، ريم ركبت في طوموبيلتها هو ركب في طوموبيلته، وهما قال لك عايشين في جوج ديور كل ودار. وبحكم السيد ساكن في فرنسا ما حافظش كازا مزيان، كان تابعها بالطوموبيل واحد شويه بدلات الطريق، راجلها ما لحقش عليها وقال لها انا راه عندي شي خدمه بنقضيها. هو عيط ليها قال لها معليش بدلتي الطريق، ماشي الطريق هذه تاع الدار. قالت له راني تابعه اللوكاليزاسيون. فوالا زعما فوالا سي ترومبي، هي مشات، هو كان عنده واحد الرونديفو اي تو سا باسكو دون الترافاي تو سا. على حسب الهضره ديال اختو ثاني لك ما رجعش هذيك الليله، وريم ما تخلعت ما والو، هو ما دخلش، وهي ما عيطت لا شي واحد سي با انكيتي، ما خافتش ني ريان. وانا عيطت ليها قلت لها واش مشيتي للكوميساريا، واش مشيتي لي زوبيتو باش تشوفي سي لي تروك. ابري شنو قالت لها؟ قالت لها الطوموبيل تحت تاع الدار، هو كان في الدار ولكن ما كيجاوبش حيت كان بدل الساروت تشوفوا. ما كتشوفوا السيد بدل الساروت تاع الدار، والساروت ما كايناش عند مرطورين، وفي دارو كان مخلي واحد الكلب عزيز عليه، وقال لك ما يمكنش يخلي الكلب ساد عليه وما يعطيه لا ماكله لا والو. داكشي ديال الام معلق بها مهلي فيها، تاكل هي وما ياكل شو، كنفششها بزاف. للاسف راجل ريم اللي سميتو رضا ما رجعش داك النهار للدار، خطفاتو واحد العصابه. الدراري كيقولوا صحاب هاد توربو، هذا صحاب توربو، هادو اللي تعرضوا ليه تيقولوا بالله راه صحاب واحد المجرم اللي كيعيطوا ليه التيربو، باختصار واحد السيد اللي كان مرونه في فرنسا كيبيع ويشري في الغبره، حتى كانوا بيشدوه في فرنسا وهرب للمغرب، زور في الاوراق ديالو والسميه ديالو، ومن بعد مده تشد هنا في المغرب، ولكن ما تشدش على دوك الجرائم اللي كان داير فرنسا ديال التجاره في داك الشيء، وكان ديجا بعدا كيخطف عباد الله ويقتلهم تما. ما تشدش على ديك التهمه، والا ما تشد فقط على التزوير ديال الوثائق ديالو، وكان خرج من بعد. صاحب توربو خصو يعطي فلوس للرضا، دار مع الدراري ديال توربو في بوات دو نوي. تيربو شنو جا عند رضا شنو قال ليه؟ قال ليه راه الدراري اللي كان خصو يعطيك راه داكشي ماشي فغي، ما غيعطيك والو، بحال بغى يحقر عليه على داك الفلوس اللي كان الدري صاحبو خصو يعطي الرضا. حقيقه راه مازال خدامين في هذه القضيه، كي قلت لكم راه كل شويه كتسمع تفصيل جديد اللي كيبدل بزاف د الحوايج. هذاك صاحبو قال له ودي هذاك التيربو خطير، عنده فرنسا هكا كيختطف الناس وكيدير فيها طونسيون، عنده سوابق في هادشي. المهم اخوتي من بعد نهار ولا يومين ما متاكد شدوا البوليس واحد السيد اللي كان متهم، اللي قر لهم بكل شيء وقال لهم بالله راه جروب هذاك اللي كان مشى وخطفوه، وكانوا حطوه قال لك في شي كونتونير نواحي ديال المحمديه، قطعوه داروه في ميكات، لاحوه في الوادي ديال السلا. القضيه ترونات ديال بصح، وشحال من واحد يتشد، حتى من مول لافاج اللي غسل الطوموبيله اللي خطفوه فيها شد حتى هو، حيتاش كان شاف الطوموبيله عامره بالدم وكذا وما بلغش البوليس، يتسمى حتى هو مشارك معاهم في الجريمه. المهم الله يرحم رضا، يصبر مرته والله يصبر العائله ديالو. عنده 35 عام، 35 مسكين 35 ما عمرني ما كنشوفو. المهم من خلال داكشي اللي شفت كيبان واضح بالله راه كاين مشاكل بزاف ما بين العائله ديال رضا وريم، خاصه تيقول لك بعدا في الخطوبه ديالو كانوا داروها في واحد المقهى وما كانوش حضروا والديه. كانوا تخسروا بزاف ديال الفلوس في العرس ديالو، اللي كيبان بلا ما كانوش راضيين عليه. راه درت العربون، تبعت العربون تقامت عليا 45 مليون. عافاك قال لي استغرب هاد الناس اللي كيخسروا هاد الاموال الطائله في العراسات. هو داير نيتو صافيه بغى يهز بها. العائله ديال رضا لو دخلوا في واحد المتاهه اخرى وفي واحد الهضره اخرى على ريم ما خاصها الصراحه تقال. هذيك المغنيه ما بقيتش كنقول انا السميه ديالها، لان ما ليس آهله كفنانه مغربيه وما كتعطيش القيمه للفن، ملي كتهضر على الورث
غنقول لها واحد الحاجه شتي هذيك لابارتمون راه ماشي ديال رضا، ديال طانيا، وعندي الملكيه. طانيا مرات رضا الاولى اللي كان طلقها حيت قال لي كان عنده شي مشاكل ماليه. دابا العائله ديالو كيخرجوا تيقول لك راه ريم طامعه في الورث ديال راجلها وهو كان بفلوسه. المهم واحد الكميه ديال التناقضات وكميه ديال الهضره، وصلوا دابا كيهضروا على شي حوايج اللي لا اله الا الله، السحور، ووصلوا حتى للشرف ديالها. دونك ما عمرها سكنات معاه؟ لا ما عمرها سكنات، حيت كتجي هي كتجي لعندو هي تابعه. والليله ديال الدخله فين داروها؟ اين دار؟ كاش مدخلها قالت لك حيط ما حيط ونا غير كومبري. جابتها سحتها فيك ما عندها ميدسان اون فيس صافي كرهها شاف السحور وداكشي كرهها. عارفي فيها هذيك الكاميرا داك المخرج ديالها هي قالت عليا بوندون ان نو. حاسين بالالم ديال العائله ديال رضا، الله يصبرهم. ولكن هاد الهضره راه ما تتقالش، عباد الله. راه كضرب في الشرف ديال واحد السيده وماشي اي سيده، راه مرات ولدكم. المهم منين وقع هادشي كامل ريم ما خرجت حتى بشي تصريح، فقط من بعد ما كثرت هاد الهضره عليها من العائله ديال رضا خرج المحامي ديالها بيان صحفي تيقول باختصار هادشي اللي دارته عائله رضا راه يدخل في الباب ديال التشهير، وراه في اي لحظه يقدروا يتابعوهم. كما كتشوفوا لا المشكل تاع ايمان لا المشكل تاع ريم تيتلاقاو في القضيه ديال عائله الراجل ما كيحملوش العروسه. ما تنفهمش انا وقت ما وقع شي مشكل في الانترنت عاد بنادم عاد بيبدا يتعلم الدروس. عطاونا واحد الدرس باش عمرنا نفكروا نتزوجوا براجل عائلته ما باغينكش. حنا كنتسناو بحال هاد المصائب يوقعوا عاد. انت ما تنفهمش انا هاد عباد الله فين عايشين، واش ساكنين في كوكب زمرد ما تتشوفوا عباد الله مشاكلهم في الحياه ديالكم؟ فين عايشين هاد الناس؟ ما كتشوفوا مئات عباد الله تطلقوا في النهار، ما تتشوفوا مشاكل تاع جيرانكم تاع عائلتكم؟ فين ساكنين هادو فين؟ ولا تيبداو يطلعوا وحدين اخرين تيبدا يقول لك راه هادشي كيوقع حيت كيبداو يبينوا الحياه الزوجيه ديالهم في الانترنت على اساس دوك اللي ما كيبينوش الحياه ديالهم تبارك الله تيبقاو مزوجين. ما كاينش عندنا الطلاق. كي قلت لكم راه كاينين مئات الحالات يوميا من الناس ما كيبينوا راسهم لا في الانترنت لا في حتى شي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا. راه المشكل ماشي كتبين راسك في السوشيال ميديا ولا ما كتبينش، المشكل هو بنادم ما بقاش الصبر اللي كان عند الناس ديال زمان. المراه كتصبر على الراجل كيصبر على المراه. للاسف هذا الوقت ما بقاش الجهد، بنادم ما بقاش يصبر كاع صافي بكل بساطه. المهم مره اخرى تعزينا العائله ديال رضا، تعزينا الاختي ريم، الله يشوف من حال اختي ايمان حتى هي، والله يصاوب الحل الجامع. هادشي اللي نقول. جيت تقرا لي تعليق. كل شيء معك 1300. لا ما قدانيش 1300 ما قدانيش.